احنا فاكرين ان اللي حصل معانا هو أسوأ سيناريو، فاكرين ان الوجع اللي في حياتنا هو اقصى حاجة ممكن تحصل. بس خليني اقول لك حاجة، الوجع اللي حسيته لما وقعت من على السلم واتكسرت واتألمت وصرخت، لو ما كانش حصل كانت الوقعة دي ممكن تكمل ويحصل لك كسر فقرات وتعيش عاجز طول عمرك. الوجع اللي هيخف ارحم قوي من الشلل اللي مش هيروح. الشخص اللي دخل حياتك وخرج كنت ممكن تثقي فيه في يوم من الايام وتحكي له سرك، والسر ده كان ممكن يبقى سكينة في ظهرك او فضيحة تعيش معاك سنين، بس ربنا خلاه بعد او بوظ العلاقة قبل ما يكسرك. عربيتك باظت واتعصبت واليوم خرب والشغل اتعطل، بس لو العربية دي كانت اشتغلت كان ممكن تروح شغلك بس يحصل حادثة تخبط بيها طفل ويموت، يا اما هتروح في 60 داهية يا اما هتعيش بذنب مش هتقدر تستحمله طول عمرك. تأخير بسيط وزحمة او رجوع من وسط الطريق، بس لو كنت كملته كان الحادثة دي كانت ممكن تخليك تفقد بصرك وتعيش بعكاز بقية عمرك. في حاجات ربنا منعها عنك مش لانك ما تستحقهاش، لكن لانك ما تحتملش ثمنها. السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك لما حصل كلام واتهام لشرفها، بس ربنا قال كلمته ونزل قرآن يتقري لحد يوم الدين بيبرئها. تخيل لو ربنا ما كانش قال كلمته كانت الحكاية انتهت ازاي؟ احنا زعلانين من اللي حصل بس ما شفناش اللي ما حصلش. اتمنعت من سفر وزعلت وحسيت ان حلمك راح، بس السفر كان ممكن يوقعك في حاجة تكسرك او تسيب علامة سودة في حياتك. اتأخرتي عن الجواز والناس بتتكلم وانت موجوعة، بس لو كنت اتجوزتي بدري كان ممكن تتظلمي تتهاني او تعيشي مكسورة. انت فاكرة وانت فاكر ان ربنا قاسي عليك، ولا فاكر انه كان بيحميك من حاجة قال عنه؟ سيدنا يوسف اترمى في البير عشان ما يتقتلش، اتسجن عشان ما يتفضحش. الوجع كله كان طريق لحفظه مش لعقابه. سنين ضاعت في السجن بس الغيب كان بيجهزه يطلع على العرش. كل وجع في قصة يوسف كانت ستر وكل منة كان حفظ. لازم تعرف ان مش كل كسر نقمة ومش كل وجع عقاب. في وجع بيمنع دمار وفي خسارة بتقف قدام مصيبة. سيدنا موسى مع الخضر لو القصة اتحكت من غير آخرها كنا قلنا ده خراب وظلم وجنان، سفينة تتخرم وغلام يتقتل. بس الغيب كان أعلم إن السفينة لو ما اتخرمتش كانت اتسرقت، والغلام لو ما ماتش كان هيهلك أهله. الوجع متنكر في رحمة ربنا. الحمد لله إنك اتوجعت وما تهدتش، الحمد لله إنك اتكسرت وما اتشلتش، الحمد لله إنك تعبت وما فقدتش حياتك ولا حياة غيرك. إحنا مش بنقول نرضى وخلاص، إحنا بنقول فتح عينك، اعرف إنك لو علمت ما في الغيب لاخترت الواقع بنفس وجعه، بنفس القهر اللي فيه، بنفس الحزن. دي كانت دقيقة لقلبك. قبل ما تقول ليه اسأل نفسك الحمد لله على إيه؟ اللي ربنا اختاره ليك كان أهون 1000 مرة من اللي صرفوا عنك.